اخوان كنتمنى تكونوا بخير ولا خير. قبلنا عليكم هذا فيديو جديد. اليوم قررت ندير هذا الفيديو لان المحتوى ديالي كيدوي على الدراجات الكهربائيه. حيت اليوم تم تقنين الدراجات الكهربائيه رسميا. كيف ما كتشوفوا هنا هي سبريس وجرائد بزاف اللي دواو عليها. وبالنسبه للدراجات الكهربائيه داروا بعض القوانين صراحه اللي جداد اللي ما كان بزاف ناس ما يكونوش عارفينهم. غنقول لكم دابا ان شاء الله. وصراحه داروا شي حوايج زوينين وصراحه شي حوايج خايبين. حوايج خايبين بالنسبه للناس اللي عندهم لي طروشينات اللي كيفوتوا 25 كيلومتر وعندهم لي طروشينات الكبار. صراحه غيعانيو من هذا القرار. بالنسبه للقرار كيف ما جا كالاتي: بالنسبه للخوذه ديال الراس دابا ولات اجباريه. بالنسبه للضوء القدامي والامامي خاصو يكون ضروري في الطروشينات. كذلك الا كنتي غادي وهاز التليفون ديالك انت غادي وسط الطروشينات كذلك كتقدر تسبب راسك في مشاكل ويقدروا يديو لك الطروشينات. كذلك الا حركتي الضوء الاحمر ولا حركتي شي ستوب ولا بحال هكا تقدر تخلص مخالفه. بالنسبه للحوايج اللي داروا جداد الطروشينات ما خصهاش تكون كتفوت 25 كيلومتر في الساعه. يعني اي طروشينات كتفوت 25 كيلومتر في الساعه غيحزوا عليها وغيديوها. بالنسبه لي واط داروا 250 واط، يعني خاص تكون داك البويسونس ديالها ما فايتاش 250 واط. تيسوق شي حوايج كتنبح. هادشي الاخوان يلا خرج غير اليوم الصباح. كنت غندير لكم صباح فيديو، المهم دابا العشيه قررت ندير لكم هذا الفيديو هذا غينفعكم بزاف. حتى بالنسبه للناس اللي كانوا باغيين يشريو ديال طروشينات كبار من الاحسن تشريو دابا غير الطروشينات اللي صغار هما اللي خدامين. وهادشي اللي جا الاخوان كان حاولت نختصر لكم شنو كاين بالضبط، حيت جرائد رسميه دخلوا على هادشي وكذلك كان قانون رسمي من وكذلك هذا كان قانون رسمي اللي صادقوا عليه في البرلمان. بالنسبه بزاف ناس غيسولوني على، انا عارف غيسولوني على بالنسبه لاسيرونس ما كاين والو. المهم الاخوان اللي عندكم اي سؤال ولا خاصكم اي سؤال ما تنساوش تخليوه في كومونتير لتحت راه كنجاوب كلشي. وكنتمنى هذا القرار ما عرفتش هذا القرار واش عجبكم نتوما ولا لا، لان انا بالنسبه لي مزيان هذا القرار لانه بعدا عندك واحد شويه حمايه. شحال هادي كانوا بنادم كيديو لي طروشينات بدون سابق انذار كيجيو كيديو لي الطروشينات. هادشي اللي كان الاخوان، تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس. الى اللقاء.